ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وسؤالنا للدكتور احمد: الزئبق الاحمر هل هو حقيقه ام اكذوبه فرعونيه؟ ومن هو فرعون موسى؟ اللي هو بعد الشقيق من الانبتاع سر. شوف حضرتك، الزئبق الاحمر انه هو الوهم. مفيش حاجه اسمها الزئبق الاحمر خالص. القصه باختصار ان كان في سنه تقريبا 46 تم اكتشاف مقبره لاحد قواد الجيوش اسمه ناقد، وده تقريبا اللي كان بيدافع عن مصر ضد دخول الفرس. بعديه على طول بدات الاسره 27 ودخول الفارسي لمصر. المهم مقبرته لما اكتشفت لقوا فيها حاجه زي الجلد او زي القاروره. المهم لقوا فيها حاجات حمراء لازيه، وطبعا ساعتها كانت روسيا على مستوى روسيا اكتشفت خام جديد، بس طبعا دي بقى واحد كيماوي يقدر يشرحها، وسمي بالزئبق الاحمر اللي ممكن يخش في الانشطار النووي وبتاعه والكلام ده. المهم جابوا هذه القاروره حللوها، وجه الرئيس جمال عبد الناصر بعد كده طبعا ختم عليها، ودي موجوده لحد النهارده في متحف الاقصر. لقوا انها دي عباره عن مواد اتحط معاها عنب الديب وبقايا من الدم بتاعه مومياء القائد ناخت العسكري، وكان لازم طبعا نتيجه تركيبات معينه ما اقدرش افتي فيها حاليا، فاصبحت فيها اللزوجه اللي احنا ليها في الزئبق ده. لكن ما هو الزئبق الاحمر؟ الزئبق الاحمر عندي في الحضاره المصريه فهو وهم، وكله بيجري ورا حاجه اسمها الوهم. مفيش حاجه اسمها زئبق احمر نهائي. لكن لو احنا دخلنا بقى في المفاعل النووي والصناعات الروسيه والاوكرانيه والحياه في اوكرانيا يعني، فطبعا دول كانوا بيصنعوا فعلا خام الزئبق، بس دي عشان استخدامات نوويه. زئبق مشع، الزئبق فيه البارد وفي الكالت اللي هو البارد، فدي بيستخدموها في المفاعل النووي. مالها ومال الموميا عندي. طيب يعني طبعا ده وهم طبعا. من هو فرعون موسى؟ بص، فرعون موسى في ناس كتيره جدا نشروا من هو فرعون موسى. انا في البحث بتاعي اللي عملته بفضل الله يمكن من 5 سنوات انا مطلعه الملك امين امحات الثالث سنو سيرت الثالث، الاب والابن. انا بالظبط دوله وسطى. رمسيس الثاني؟ لا طبعا، انا منزل تكذيب اني لن اعترف بان رمسيس الثاني رغم انه سافر فرنسا وسافر امريكا وضربوا له 21 طلقه. استحاله يكون هو فرعون موسى لسبب معين، ان احنا عندنا في القران الكريم وهو اصدق الصادقين غرق في البحر. يعني جات له اسفيكسيان خلق. النهارده بالعلم الحديث في فرنسا وفي امريكا اكتشفوا ان مومياء رمسيس لم يمت غريقا ولم يمت باسفكسيا القلب. شكرا. هنقول على ميرن بتاح. ميرن بتاح مات غريق؟ لا، المومياء من بتاح في المتحف المصري حاليا فيها اثار من اللون الابيض. اللون الابيض، البحر والتشنج في المومياء. بعض العلماء قالوا ان ده تشنج اثناء الغرق، وفي بعض التفاصيل يعني قريبه من الغرق. بدل الموضوع فيه اجتهاد فنحن نسمع للاجتهاد. ليه لا؟ كل واحد من حقه يقول الراي العلمي بتاعه. اولا مومياء مرن بتاح اقرب. لا، ما هو مومياء مرن بتاح عشان اللون الابيض ده هقول لك ان الملح الذي استخدم ليس هو ملح وادي النطرون اللي بيدينا لون البني الغامق او الاسود. دي حاجه ثانيه خالص. انما هل هو مات غريقا؟ لا. اخر واحد اشتغل على هذه المومياء كان الدكتور اسكندر. ده كان استاذ المومياءات بالمتحف المصري القديم، وانا شخصيا دخلت له اكتر من مره في المعمل بتاعه يمكن من 15 سنه. هو طبعا مين اللي قال ان ميرن بتاح مات غريقا او باسفكسيا الخنق؟ مين؟ إذا كانت فرنسا قالت قبل كده بس قبل الاكتشافات الحديثة، لكن بعد سفر رمسيس الثاني وبعد التحاليل اللي اتعملت على مومياء ميرن بتاح ابن رمسيس الثاني، فطبعا لا. وحتى لو يعني اصل دي كمان ليها جذور تبع بني اسرائيل ان هو ده فرعون الخروج وفرعون موسى. فانا النهارده العلم شيء والافكار الاسرائيليه شيء ثاني. انا مدخلي في مثلا في فرعون موسى، انا دخلت مدخل غريب ما دخلوش اي اثري او باحث قبل كده خالص، وهي المرضعه. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك وحرمنا عليهم المراضع. فهذا الطفل الكنعاني يتربى في بيت فرعون، امرأة فرعون تصدر امر للفرعون بعدم قتله نربيه فينا وليدا ويطبع عندنا واجيب له ويتحرم عليه المراضع. تيجي مرضعه كنعانيه تخش قصر فرعون، اكبر عدو لبني كنعان في هذه الوقت في هذا الوقت، دي ليها اثار ومواثيق في
التاريخ المصري، وخاصة ان اسم موسى اسم مصري 100%. موسى ابن الماء. فابحث من سمي بموسى، هلاقي ان في واحد يعود الى الدولة الوسطى، ودي قصة طبعا تانية، واثنين في العصر المتأخر، دولة حديثة وعصر متأخر. 3 مسميات لموسى ابحث فيهم. طب موسى وهو صغيرا المرضعة منعد. وهنا لو درست المدخل كان بتاعت فرعون موسى، لان من حقي برضه اجتهد من هو كما اجتهد الكثيرين، فكان مدخلي كلمة المرضعة المذكورة في القرآن وحرمنا عليهم المراضع، وابتديت اسلسل مع وثائق معينة. والحمد لله انا قلت انا مش عايز اقول امنحات سنسرت، لا انا بقول امنحات الثالث سنسرت الثالث، الاب والابن لنفس الاسباب، يعني نفس اسباب المرضعه اتفق. لا ما دي في صغر موسى. عندنا قصه مثلا معينه لما جه في رجل صالح قال له يا موسى ان قوم يتامرون عليك فنصحوا بالخروج بره مصر. فربنا هداه رسوله الى قوم شعيب. لكن هنا القوم اتهموه بايه؟ هل له ان قتل المصري الاولاني ولا كان هيقتل المصري الثاني؟ لا الحته دي بقى في التاريخ عندنا في الاثر عايز ابحث عن الامير الكنعاني. شو بقى هنا؟ الامير الكنعاني قاتل الفرعون. قاتل الفرعون بالظبط، او الذي تسبب في دس السم لهذا الفرعون. اذا لازم ادرس يعني النقط دي يعني مش اقول بحرفيه، لا بدقه، بقف عند السطر، بقف عند النقطه واقعد اتامل اتقال ايه. ثم في برضيات معينه. طب هي المومياوات بتاعت سنسرت ظهرت يعني ولا؟ لا دي موجوده في مخازن المتحف المصري طبعا. طبعا عليها اثار غرق لا دي انا ما اقدرش افتي الحقيقه. ما دي برضه اللي هتحدد بحث بالظبط الكلام ده مظبوط يعني. لا دي انا ما اقدرش افتيك فيها لان انا ما اشتغلتش في المهندس. ليه تهمش دور المرضعه حتى في التاريخ المصري؟ لا مين قال؟ لا في مرضعات لا بالذات. لا ما هنا لما يجي تقول في التاريخ المصري لازم تكون قارئ. حتى تماثيل الخدم اتذكروا في التاريخ اتذكروا بكثره يعني. ولكن يعني نادر لما كنت شفت انسان مرضعه او حتى اثري بيتكلم عن مرضعه بحث. بالظبط كده. ما بص علم الاثار ده علم شيق جدا وعلم اوال. يعني استغفر الله العظيم مش عايز اقول مثل علم القران ومفسرين القران، لا يعني مع الفارق طبعا. لا مع الفارق طبعا مع احترامي، لكن طبعا القران اوال. يعني كده يجي واحد يقول لك لا ما تفسرليش الايه دي، لا من حقي افسر هذه الايه. القران مش هيكر عليك انت، لكن هناك ثوابت في القران لا أأتي ينبغى على الإطلاق. يقول أفلا يتدبرون ولا ينظرون يتفكرون. يعني ما التفكر هنا ده عامل أساسي. فلا المرضعات لا حضرتك لما يجي واحد يعني يقول المرضعة مش مذكورة في التاريخ، يقول لا يبقى أنت لست قارئ تاريخ. المرضعة مذكورة في التاريخ، بل بالعكس ده في مرضعات خدوا شهرة في التاريخ لم تنالها ملكة من الملكات. عن الآثار المصرية يعني تماثيل المرضعات مش بكثرة. شوف حضرتك لا ما هي مش بكثرة لأن ما زال باطن أرض مصر لم يجود علينا بكثير من آثارنا. إذا كنا هنقول إن مصر فيها تلك آثار العالم التي موجودة، لكن أنا لسه عندي آثار لم تظهر بعد. فباطن أرض مصر لم تجود علي بالكثير والكثير من تاريخ حضارتي وآثاري. مظبوط. أستاذ المهدي، حالة الطالب المصري في تدهور مستمر سواء علميا أو أخلاقيا. يعني هنتنقل من الآثار للطالب. دي حاجة مهمة برضه جدا يعني. ده آثار مستقبلية برضه. أن يتعدى الطالب على أستاذه، وأصبح من السهل أن يتعدى على زميله، ولم تعد هناك لغة للحوار مع الطالب سواء لغة مبتذلة، نفض، طنش، كبر. ده بيرجع للمؤسسة التعليمية ولا بيرجع للأسرة ولا بيرجع لظهور وحش اسمه الدروس الخصوصية أصبحت بتلغي وبتاكل حاجة المدرسة والتعليم الأساسي اللي احنا يعني اتربينا على قواعد الأسس القديمة. هو بصفة عامة في كل المجالات الأخلاق تدنيت، مش بس في التعليم، يعني في أشياء كتير. ولما نرجع إلى 30 40 50 سنة بنشوف العلم الصحيح في الفترة دي كان قليل، لكن الأخلاق كانت عالية، كانت القيم عالية، كانت الفضائل موجودة، بدأت تتدنى. هل احنا نسكت على كده؟ نسيب الأخلاق تتدنى واللغة
اللي بيتخاطب بها البشر في الشارع تبقى لغة سوقية زي اللي انت بتقولها، من مأخوذة من قاموس الروشنة، طنش ونفض والكلمات. انا لما انا معايا ليسانس اداب لغة انجليزية، فلما بشوف الاجانب ازاي بيدخلوا كل مخترع جديد ويعملوا له كلمة وتبقى موجودة ضمن قاموسه باحترام. كل كلمة بتيجي بيدخلوها بيعملوها كلمة جديدة وبتشتهر وبتبقى موجودة بشياكة باحترام. لكن هو المشكلة عندنا فعلا ان احنا لازم نرجع تاني الى منظومة القيم. الاسرة مسؤولة، لان هي الخلية الاولى اللي بتربي النشء، هي اللي بتزرع فيهم القيم. والقيم بتاعت القرية زمان يا استاذ مصطفى، العيب والاخلاق، ده بيعرف العيب، ده بيعرف الذوق، ده بيعرف الاخلاق، ده كانت بتدرسها. نرجع الى المجتمع نفسه، لازم المجتمع ككل من جامع من نادي برضه مسؤول عن تهذيب النشء دول وتعليمهم الاخلاق. كان العم زمان يعلم الاخلاق ويقول لي لا عيب ما تعملش كده، لا الصح كده، لا اللي عملته ده مش مظبوط، الجده الجد الزميل الرفيق الجار. دلوقتي في انعزاليه كل واحد عايش فيه صومعه خاصه بيه، وبالتالي بعيد عن الواقع وبعيد عن حتى الاولاد اللي محتاجين الى رعايه الكبار. الاسره، المجتمع، وسائل الاعلام. يعني وسائل الاعلام لما تجيب لنا افلام هابطه وافلام ما هياش على المستوى وكلها على الاجرام، ده بشوف الفيلم هتلاقي كله على الاجرام والمخدرات وبلطجه وحانات ورقص. الله، طب فين الفضيله في كده؟ حتى الفن زمان كان راقي، الفن زمان كان بيتكلم عن الفضيله، كان في الاخر بينتصر الخير على الشر، وعشان نزرع في نفوس اولادنا ان الخير هو الباقي. المدرسه ايضا برضو الاتجاه فيها دلوقتي الى تلقين العلوم. انا كتربوي ضد كده، ان انا اقعد احشي دماغ الولاد بالعلم بس، لا، اسمها وزاره التربيه والتعليم. التربيه جزء والتعليم جزء. التربيه بهذب نفس والتعليم بنمي عقل. للاسف بلدنا مصر مش هتنمو، مش هتزدهر الا من خلال منظومه تعليميه راقيه، احط 100 خط تحتها راقيه، هتدفع المجتمع، تدفع مصر للتطور والنماء. ده يجي من خلال حاجتين: ادرس قيم وابقى انا قدوه. انا عايز المعلم القدوه يرجع تاني. المعلم زمان كانت جيوبه فاضيه، كان بسيط، ما كانش بياخد فلوس، ما كانش بيدي دروس ب60,000 جنيه في الشهر و70,000 جنيه في الشهر، لكن كان يشع فضيله وعلم، يشع فضيله واحترام. دلوقتي خلاص اتجهنا الى دروس الخصوصيه، الى المراكز التعليميه، الى المعلم اللي عنده عربيه مرسيدس، الى المعلم اللي هو عاوز يجني المال وبيقول الكلمتين بتوعه وبينسى ان هو مربي، وانه ده صلب عمله ان هو يهذب النفس. الخبراء التعليم قالوا ان التعليم هو عبارة عن عملية بيحدث فيها تعديل سلوك الكائن الحي الى سلوك مرغوب فيه. لكن لما الاقي عيل ماسك مطوه في فصل، هو ده السلوك المرغوب فيه؟ ماسك سنجة وفي فصل، ده السلوك المرغوب فيه؟ المدرسة مسؤولة، المدرسة لازم يعود دورها القديم مرة اخرى لتعلم الفضيل، والمعلم لازم يبقى القدوة موجود، يبقى قائد، يبقى هو قائد لكده. والمجتمع كله، تلفزيون واذاعه وسينما ومسرح وكتاب وجيران واهل واصدقاء كلهم مسؤولين عن بث الفضيله في المجتمع. ده صح، ده غلط، ده عيب، ده صح. لازم كلنا نبقى نتكاتف عشان المواطن السوي بقى. استاذ مصطفى، المواطن السوي المثقف المتعلم هو القادر على دفع عجله التنميه في المجتمع لنهوض وتطور. طيب انا برضو بقول ان التعليم في مصر الان لا يفي بحاجه المجتمع الى النهوض والتطور. التعليم في مصر لا يفي اطلاقا، في قصور شديد، لازم نعترف بكده. احنا مش بنهاجم، احنا بنعترف في كل شيء، بنعترف بكده علشان احنا عايزين الخير لبلدنا، وبالتالي لابد ان احنا نحاول عشان نتقدم. امريكا لما الروس وصلوا للقمر قبلها عملت برنامج سميته امه في خطر. مصر الان في خطر فعلا. ايه اللي عايزين الخطر ده؟ ايه اللي هيمحيه؟ التعليم. وانا تعليم مش التلقين، لا، مش الحفظ اللي موجود، يحفظ ويرجع. وانا كنت بقول قبل التسجيل الدكتور ويرجع.
مش يسترجع ويرجع رغم قسوة العبارة، لان دي حقيقة. فاحنا محتاجين علم يدفع بلدنا للتقدم والحضارة. ويبقى في جنبين، جانب سلوكي يبقى المواطن المصري على درجة عالية من الاخلاقيات. شفت المواطن الياباني اللي كل ما تقابله ينحني ويسلم ويقدم الاحترام ماشي. ده انا ببقى مبهور بيه، وانا عايزه يبقى موجود في اولادنا دلوقتي. واولادنا كمان اللي بيسمعونا دلوقتي لازم يعرفوا ان يبقى هم ممتازين ورائعين بالقيم والاخلاق، مش بقاموس الروشنه ونفض وطبل وزمر. هذا الكلام اطلاقا لا